تصل إذا مرة أخرى من جديد في الجهة اليمنى، تجد ملعوبة من جديد لمصلحة نادي الهلال في ذلك اللقاء، بالرغم من أن الأفضلية تبقى هلالية. 77 سنتي، الاثنين متر و77 سنتي. تتبقى له 5 مباريات في الدوري الإماراتي لكرة القدم. تعود مرة أخرى في الجهة اليمنى من ملعب المباراة، نتيجة ويفكر بعدها بهدف التعادل. جديد انطلاقة سريعة والسقوط على أرض الملعب، وحكم المباراة يأمر بعد هذه المباراة. الكرة ملعوبة تشتت، رمية تماس تصطدم باللاعب. كرة إذا من جديد ملعوبة، يونغ بو ينقل الكرة إلى الأمام باتجاه والهانسون، والهانسون يستقبل الكرة. ليونغ بو هو من يتقدم في الجهة اليسرى ما بين 3، يحاول المرور والمراوغة. تصل إذا من جديد في الجهة اليمنى من ملعب المباراة لمصلحة نادي. الجهة اليسرى من ملعب المباراة، العرضية منقولة سقوط على أرض هنا رادوي يلعبها، رادوي إلى الأمام، جول! هذا ما نتحدث عنه. ليونغ بيو يسجل هدف ثالث. لاحظ رادوي لعبها بشكل ممتاز وجميل ليأتي الاستكمال من جانب اللاعب ليونغ بيو، اللاعب الذي يسجل هدف المباراة الثالث لمصلحة نادي الهلال. الهدف الثالث عن طريق الكوري الجنوبي، اللاعب ليونغ بيو، اللاعب الذي أكمل مشوار الروماني. اللاعب رادوي وسجل منها الهدف الثالث ليتقدم الهلال ب3 أهداف مقابل هدفين، وهذا ما كان يبحث عنه نادي الهلال طيلة الدقائق الماضية وطيلة شوط المباراة الثاني. لدينا 3 للهلال، 3 للزعيم، 3